هلا احنا في الفندق اللي واخد مركز عالمي في الحفاظ على البيئة وأول فندق في مصر. سمعت كلام كتير عليه إن هو من أجمد الفنادق في سيوة وأنا ما كنتش أعرف ده. إدرارة ملال، الفندق اللي خد مركز عالميا في مصر وفي العالم كله في الحفاظ على البيئة، وبصراحة اليوم حق كل حاجة مصنوعة من البيئة وبتحافظ على البيئة، سواء الماتيريال اللي مصنوع منها، المبنى نفسه من الكرشيف زي قلعة شيري بالظبط، الخشب اللي مصنوع منه، البيبان من النخل والاشجار اللي هنا، حتى المقابض، مفيش كهرباء. استغربت الموضوع ده جدا، بس مجرد ما دخلت الاوض بتاعته وشفت ان هي متمحره كمان بالملح وقد ايه طاقتها ايجابيه وفي راحه نفسيه، قلت لازم الناس تجيلها فعلا. دخلنا السويت بتاع الامير تشارلز، جه قعد هنا، وكمان السفير الانجليزي جه برضو قعد هنا. ليهم حق يا جماعه يختاروا المكان. إدرارة ملال في سيوة من أحلى الفنادق وأقواها حرفيا، بجد يستحقوا اللقب ده يا جماعة من كتر جمال المكان. شايفين عامل ازاي؟ المكان كله مبني من الكرشيف، وحتى البيبان نفسها من خشب النخل والزيتون وحاجات كده، حتى المقابض نفسها مصنوعة صناعة بتحافظ على البيئة، مفيهوش كهرباء، مفيهوش أي حاجة تأذي البيئة في حاجة. فليهم حق ياخدوا مركز كبير جدا سواء في مصر أو عالميا. حتى الإضاءة هنا بتبقى بالشمع كلها، مفيش كهرباء نهائيا. أجانب وناس كتير قوي وملوك ووزراء بيجوا هنا بس عشان يستجموا، وحقيقي بتفصلك، لأن حتى كل حاجة فيها بتفصلك من الطاقة السلبية. ده ملح، كل المبنى معمول من النخل، والملح يعتبر زي حجر كرشيف بتاع قلعة شيري، بجد حاجة. ده مقام سيدي جعفر الأصلي، مش اللي ظهر في مسلسل المداح، صورناه من جوه بس ما دخلناش. كانوا زمان بييجوا يزوروا المقامات دي، بس دلوقتي المعتقد ده راح، بس موجود مكانه مش أغرب. وأغلى فندق في مصر إدرارة إملال، ومعناه بالأمازيغي الجبل الأبيض. الفندق مكانه في قرية جعفر في سيوة. بما إن كل حاجة مصنوعة من البيئة وبيعاد تدويرها مرة تانية، يعني كل حاجة من الطبيعة، صناعة المباني، الجدران، حتى الأكل أورجانيك وبيتزرع في حديقة خاصة بالفندق كمان. يعني من الآخر الفندق صديق للبيئة، عشان كده خد أعلى مراكز عالميا وفي مصر إنه بيتبع التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. هنا دخلنا جناح الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا، قعدوا في الجناح ده في سيوة. كمان المغنية كاتي بيري وكمان المطرب أشر جه الفندق إدرارة إملال. ومجرد وصول الأمير تشارلز لسيوة وإقامته في الفندق ده، العالم اتقلب، وخصوصا الصحف البريطانية. إيه مميزات الفندق وليه الفندق ده بالذات، وخصوصا ان هو من اغلى الفنادق في مصر وفي العالم للاقامه في الليل الواحد. الفندق كله مبني من حجر الكرشيف، واغلب الفندق وكمان القعدات اللي فيه موجوده في حضن الجبل، محفوره في الجبل نفسه. كل جدران الاوض والسراير مصنوعه من الملح، واسقف الغرف دي مصنوعه من النخل. الفندق مفيهوش كهرباء نهائيا، فبيتم الاناره فيه بشمع العسل، وبالذات بعد الغروب. الفندق مفيهوش حمامات سباحه، في عين ميه كبريتيه جميله جدا وعلاجيه، وفي كمان البحيره الكبيره دي هي بحيره مالحه، فمش محتاجين لحمامات سباحة. الأماكن دي زي الكافيهات والمطاعم والأماكن اللي بيقعدوا فيها كاستجمام في حضن الجبل حرفيا. تخيلوا كده انتوا قاعدين في حضن الجبل فعلا، منورين شموع، الجدران من الملح، كل حاجة من الطبيعة، استجمام، راحة نفسية، سلام نفسي، بجد خيال. مجرد ما بتدخل الفندق حقيقي بتحس ان انت في عالم موازي. وعن تجربتي الشخصية حقيقي انا ما فكرتش في اي حاجة ولا ضغط نفسي ولا اي مشاكل، حسيت ان كل الطاقة السلبية بتتسحب مني. ده غير ان انا حضرت وقت الغروب من هناك، حقيقي خيال. كمان بالليل بتشوف عدد النجوم لا حصر لها في السماء. بجد اليوم حق يصنفوه انه من اغرب الفنادق، وانه اكترهم حفاظا على البيئة، لان كل حاجة مصنوعة من البيئة. الغروب ورا السماء عاملة ازاي، تحفة يا جماعة. ما تنسوش تقولي رأيكم، وهل لو جات لكم الفرصة ان انتوا تقعدوا في فندق من غير كهرباء، كل حاجة من الطبيعة، هتقرروا تعملوا التجربة دي ولا لا؟